ازيكم عاملين ايه واخباركم ايه ويا رب تكونوا بخير. زيزو والجدلية ما زالت مستمرة، لا جديد تحت الشمس، لا جديد في التفاوض، لا جديد في اي شيء. خلينا وانت نتفق اتفاق منطقي من البداية. انا هحاول اتكلم بمنتهى المنطق في الفيديو ده بدون اي الفاظ مخالفة للمعايير. المهم، بص يا سيدي، هل انا مع زيزو ولا مع الادارة؟ انت طبعا عشان تبيع لي تقول لي لا انا مع الزمالك. قشطة. وده اللي بيفسر لي البوست اللي منتشر من امبارح، وهو بوست لجنه وش اصلا يعني. انا بحبك قوي يا زيزو، بس بحب الزمالك اكتر يا عم عزيز. صدقتك انا كده، بعتلي يا بعتلي بعتلي وانا ما بشتريش. ليه؟ احنا بتوع العشريه السودا يا ابني. احنا بتوع انت ساعة ما كان ابوك لسه ما خطبش امك، احنا كنا قاعدين مستنيين بنتابع هل الاستاذ كابتن عمرو الصفتي هيلعب الماتش القادم في القمه ولا لا. فانت ما تجيش تبيع لي يا ابني الكلام ده. اما اجي اتكلم عن الزمالك اللي انت بتحبه وانا بحبه وكلنا بنشجعه، فالحب ده يؤدي اللي انت تؤيد مصلحة نادي الزمالك، ومصلحة نادي الزمالك ان لعيب زي زيزو يتجدد له. فما تجيش تبيع لي بيعة الانتماء عشان ما اشخرلكش واطلعك مسرح واقلعك الكلوت وافرج العيال عليك. ما تبيعليش البيعة دي. اللي بعتك تبيع لي بيعة الانتماء قول له في العشة. قول له كده. اللي بعتك تبيع لي بيعة الزمالك ما بيوقفش على حد، مش اللعيب اللي يركب على النادي، ما تركبوش اللعيب على النادي. الزمالك قادر يكمل، الزمالك قبل زيزو كان بيكسب ويكسب ويكسب. مش انا نادي اللي يتباع لي البيعه دي مش انا محدش يجي يبيع لي البيعه دي. احيا كوسو جاي تبيع لي وانا مش هشتري، بس هطلعك الكلوت واطلعك مسرح. هنمضي على تيزك، هنخليها لك زي كرة قصة مباراة. عارف برنامج قصة مباراة؟ كلنا نيجي نوقع عليها دلوقتي، وهنطلعك مسرح وهنقول من ده بكرة بقرشين. انا قررت كده. ليه؟ احترموا عقولنا يا جدعان. الخناقة دي مش خناقة انتماء، الخناقة دي ملهاش علاقة بالانتماء. انا لو بركب زيزو فانا بركبه على الاداره مش على الزمالك، وبركب زيزو على الاداره عشان يتجدد له لمصلحه الزمالك، لان من مصلحه الزمالك لعيب زي زيزو يتجدد له، لان انت مش هتعرف تجيب غيره. فانت كمشجع ما تجيش تبيع لي بيعه الزمالك ولا لا. صباحين وحته. ما تبيعلناش الجيل بتاعنا ده ما بيبيعلوش، محدش عارف يبيعله. احنا شفنا خرا. فانت يا ابو شخ، يا ابو شخ جاي تبيع لنا البيعه دي، عليك انت واللي بعتك تبيعها لنا. عاوزين تخلوها خناقه الزمالك اولا، الزمالك اهم، الزمالك ما بيوقفش على حد، مش اللعيب هو اللي يركب الزمالك، مش اللعيب هو اللي يتحكم في الزمالك. طب تعالى نحسبها. لو زيزو دماغه كده ما في العشه يا عم. كابتن هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك قال نصا مع ابراهيم عبد الجواد جايله قد اللي احنا عارضينه عليه 3 مرات. يا عم ما تولع يا عم انت بناديك، انا همشي معاك. انا جاي لي جنيه وانت عارض عليا 10 قروش. معاك جنيه هتديني جنيه زيهم؟ لا يلا سلام عليكم. يلا يابا سلام عليكم. وانا قاعد اتكلم معاك ليه وتحور عليا ونشحت على بعض وانت اصلا ما معكش فلوس وبتاجل لي حسابي؟ انا هاكل دماغي ليه يا اسطى؟
وفي واحد قاعد الناحيه التانيه مستني الايه؟ البوليكه. مستني البوليكه دي هترسى على ايه عشان ينط يعني. وانت يهطل يهطل بيستخدموك زي ما استخدموك قبل كده ساعه فرجاني، وقعد يقول لك اوضه اللبس، اوضه اللبس هتبوظ، وانت لا احنا محدش هيتحكم فينا، الزمالك يقدر يعمل اي حد، الزمالك هو اللي عاملكوا. يهطل يهطل فوق. هو مفيش مغفل غيرك يهطل بيعملوا فيه الخازوق ده كل مره غيرك. هاتوا الواد العبيط، ايوه تعالى يا عبيط، اطلع قول لهم اوضه اللبس هتبوظ، اوضه اللبس هتبوظ. بص بص، قول لهم ايه بقى؟ الزمالك ما بيوقفش على حد، الزمالك ما بيوقفش على حد. يا عشريه تتوكس، كانت وقدتك، كانت وقدتك. طبعا انت هتيجي تقول ايه؟ بس انا شايف ان زيزو مستواه قل قوي يا استاذ احمد، وبيقدم خرا في الملعب، وهو كده ما يستحق. طب مين يا؟ طب ما حسين الشحات اللي الاهلي عمال يجدد له وبيديله ملايين ده، ما تكلمني كده عن مستواه. هو مين صاحب نظريه ان اللعيب الجامد اما مستواه يقل يمشي؟ بيفكروني بالعيال مثلا ايه بتوع مرتضى منصور اللي ارحل يا لبيب، عشان مثلا خدنا اي قرار غلط، هو مثلا مش يعدل القرار، يقول له القرار ده ارحل يا لبيب. احنا برضو دلوقتي بقى في كونسيبت جديد، اللعيب اللي مستواه يقل اتفضل امشي، الباب يفوت جمل، الزمالك لا يقف على حد. ايه رايك بقى الزمالك ده بيقف على حد؟ واللعيب الجامد اللي في الزمالك لما بيخرج ما بنعرفش نعوضه. فكك بقى من الكذب ده، بيقف على حد. الزمالك جبت لي حد زي مصطفى محمد، جبت لي حد زي بن شرقي، جبت لي حد زي طارق حامد، جبت لي حد زي فرجاني ساسي، جبت لي حد زي عبد الله جمعه. اصلا مفيش. اللي مشي جامد عرفت تجيب غيره؟ ما جبتش. بس انت بتطلع تقول ايه؟ احنا ما بنوقفش على حد يا ماما، احنا الزمالك اولا، الزمالك اولا، اللعيب ما يركبش على الزمالك لو سمحت تتوكس. هم لا يروحوا ينقروك في بيتجات الاهلي وتيجي تقول لنا اللي هم بيقولوه لك؟ هم ياخدوك في الانبوكس في علاقه سريه غامضه، وتيجي انت تسمع لنا اللي هم قالوه لك وتعمله لنا، تلم كل اللي قالوه لك في بوست عشان انا محنك قوي يا ماما، انا توفيق الحكيم. انت حمار. احنا ولا بنركب زيزو على الزمالك، بالعكس ده احنا بندافع عن زيزو لان ده في مصلحه الزمالك انه يكمل. فانت كمشجع وظيفتك لما يكون لعيب جامد مستواه قل وانت عارف انه جامد وهو اللي شايلك اصلا، يقول لك يا عم ده طول الموسم مستواه في الضياع. اني موسم؟ اني موسم يالا؟ الموسم اللي بادي بقاله 3 4 ماتشات، هو مخاتم معاك الموسم كونفدراليه في 2 سوبر في ماتش بيراميدز. اني موسم؟ الموسم اللي لسه ما فيش 4 ماتشات ولا 5 ماتشات، غاب منهم بقى ماتشين. لعب كام ماتش؟ مستواه نزل؟ مستواه نازل. مستواه وحش؟ وحش، بس هو اصلا وحش، هو جامد، هو اجمد من اجمد جامد. يبقى انت خناقتك عشان لعيب جامد في حاجتين: تدعمه انه يرجع مستواه، دي نمره واحد، نمره اتنين يتجدد له. تقول لي اصل الزمالك، لا، هي مش خناقه مش خناقه انتماء يا ابن اللي تاب بمزاجها، مش خناقه انتماء، ملهاش علاقه بالانتماء وملهاش علاقه باكلاشات الزمالك. اولا مليه مفيش القياس مع الفارق يا حيلتها يا اللي على ابو اللي جاب ده. في ناس كده انا نفسي اوقد اللي جاب لهم موبايلات. زيزو بقى كخه شخور يا قطه، ده الخيار بقى بست، ولما تمشيها حيلتها هتجيب خالتك تلعب مكانه على الخط. قول لي كده هنجيب مين؟ مشينا بالشرقي جبنا مين بداله ولا؟ ها؟ مشينا فرجاني جبنا مين بداله ولا؟ طارق حامد مشي جه مين بداله؟ مصطفى محمد جه مين بداله؟ عبد الله جم مين يا ولا؟ عوضناه بمين؟ عوضناه بمين؟
قول لي كده، قول لي. اصل الاداره ما فيهاش فلوس، ادارتنا تعبانه وصرفت كتير، ادارتنا تعبانه لازم نقف جنبها يا ماما. انت مالك؟ هي خالتك يالا؟ هي امك؟ ده عمل مؤسسي، انت وظيفتك كمشجع تطلب، هو يتصرف. انت غريب قوي، انت عاطفي، انت عاطفي قوي يا ممدوح. بس ادارتنا تعمل ايه اكتر من كده؟ دفعت غرامات، دفعت ديون. هو انا قلت له انت جاي تمسك السيتي اصلا من البدايه يا عمي؟ ثم هتمشي زيزو، امشي يا زيزو، امشي يا زيزو، يا اللي لما هتمشي الخير هيجيلنا وهنسدد الديون ونجيب ميسي وكريستيانو. هتجيب مين بقى بدل زيزو؟ ما تيجي تسال حد هتجيب مين بدل زيزو يقول يا حبيبي احنا ممكن نجيب حماده النكنوك بيلعب في دمنهور. على فكره الواد ده خامه حلوه، خامه حلوه، استريس فايتر، بروفايل، قصه مش عارف ايه، ابصر ايه، هوبا اركن جنب احمد عاطف، اركن جنب متيابه، اركن جنب مهاب ياسر، اركن جنب ياسر حمد، اركن جنب سيدي نضاي، اركن جنب جيفرسون، اركن يابا. اركن. اصل الاداره معهاش فلوس، والاداره جايبه 14 لعيب ما بنستفادش منهم غير باربعه، والعشره التانيين طفش. معهاش فلوس. انت عبيط يا ابني، انت متخلف، انت في صف اللاعب طالما جامد. الاداره تتصرف يا باشا. ثم خد اقول لك، عمال تقول لي زيزو بيبتز، زيزو بيبتز. ما انت كنت مسمي الابتزاز ده ساعه رمضان صبحي في الاهلي احتراف، وساعة عبد الله السعيد في الاهلي احتراف وعرض وطلب، ومن حقه يطلب، ده لعيب جامد اللي معاه يدفع ويشيل. اشمعنى في زيزو مسميه ابتزاز؟ مع ان زيزو ما ابتزكش، ما طلبش 100 مليون مبدئيا عشان بس بطلوا هكس والنخع، بس ما طلبش. يعني انت دلوقتي ما يخصكش هياخد كام، مش بتاعتك انت، يخصك اللي انت تضغط على الاداره ان هي تجدد للعيب زي زيزو. مستواه طبيعي انه مستواه ينزل، طبيعي انه مستواه ينزل. ايه المشكله؟ طب ما الشحات مستواه بينزل والاهلي بيجدد له، ايه المشكله؟ مين صاحب نظريه اللعيب اللي مستواه ينزل لعيب جامد، مستواه نزل يمشي؟ طب ما انت مجدد لشيكابالا يا عم اللي مخلص، طب ما انت جايب دافع فلوس في زياد كمال اللي مشطب، ما انت عاوز تجدد لسيف الجزيري ب 600,000 دولار اللي مشطب. ايه؟ هو في فلوس هنا وما فيش فلوس هنا؟ لا، ده في نفس اماره بالسوق وابليس بيوسوس لي في ودني. لا ده انت عاوز تطفشه بقى عشان حاجه تانيه، الله اعلم. يا حسين ما هو وسوسه شيطان يا باشا. هو انت عاوز يروح هناك ولا ايه؟ اوعى، اوعى والله الوساوس. الغي لي بقى الوساوس اللي في دماغي دي، الغي لي الوساوس دي بعد اذنك، الغيها لي بعد اذنك، الغيها لي عشان انت كده بتطفشه. انا شايفك عمال تبحتر فلوسك على لعيبه ما تساويش 3 مليم وجاي في المهم. أه، لا اصلي وفصلي وابوه ومامته وبيبتزوني يا ماما. يا اللي كاتب، يا اللي كنت ناقص تكتب نص النادي ارض النادي لزياد كمال في عقد الاعاره، يا فتك يا مفتح يا ملك التعاقدات. ده عقد زياد كمال ده اقسم قضيه راي عام. هو في هنا ومفيش هنا؟ انت قصدك تطفشه ولا ايه؟ اوعى. خلاصة القول، انت كجمهور ورا اللعيب بتاعك، لان الاداره دي مش هتعوضهولك بلعيب تاني، والله ما هتعوضه. وغير كده وكده انت مش هتاخد فيه حتى فلوس، يعني ايام ما كان يجيب فلوس ما بعتوش، فانت مصلحتك تجدد له يا باشا.
هو الاهلي واخد كذا بطوله افريقيا ازاي؟ انه كان بيحافظ في فريقه على الركائز الاساسيه ما بيغيرهاش. علي معلول حضر كام بطوله افريقيا مع الاهلي؟ انا متهيألي بيلعب في الاهلي من ايام العدوان الثلاثي. احنا بقى بقينا كام واحد من الفريق اللي لعب نهائي افريقيا 2020؟ قول لي كده. مفيش. ليه؟ عشان هما هناك اللاعب لا ما يمشيش، جدد له، مش هنعرف نجيب زيه. لكن انت بتبتزني. انت الزمالك اولا، احنا اكبر قلعه، احنا بتوع اكبر قلعه. لا ما تبتزنيش، انا عايز تبتزني يا ماما. تتوكس واللعيبه كلها بتمشي والدنيا اتغيرت وانت واقف في مكانك، والهطل هو والتخلف هو وقصام الموبايلات اللي خلت شويه بهايم يكتبوا بوستات ملهاش علاقه بالواقع. لعيبك تدافع عنه. وده زيزو اللي كان وما زال وهيفضل نجم نادي الزمالك واحسن لعيب في نادي الزمالك. انت ما كنتش معترض يا عم الحاج؟ انت ما كنتش معترض ان اللي مشطب خلاص يتجدد له ب 30 مليون؟ مش معترض. وهتيجي تقول احنا ليه بنتايج مليون دولار؟ مليون دولار كتير قوي في الشير يا ماما. احنا ممكن نجيب 8 لعيبه يدونا ده وعادي. دي دماغك. هو انت ما زهقتش من دماغك كمشجع للزمالك؟ ما عرفتش من دماغك بقى يا عم؟ هو انت كل مره ما يلاقوش عبيط يركبوا الحمار بالمشقلب غيرك؟ كل مره ما يحبوا يطفشوا لعيب من عندك نفسه انت يا متخلف اللي يسلطوك عليه بنفس الطريقه وبنفس الكلام وبنفس الاسلوب. انا مع زيزو، وانا في صف تجديد زيزو، وهدافع عن لعيب زي ده انه يكمل في الزمالك عشان انا بحب الزمالك. لكن انت قلت غير اللي انا بقوله، حاجه من اتنين: يا انت عبيط يا معرس. اختار يا حبيب قلبي بقى. انت عبيط ومش فاهم، نفهمك. معرس ده موضوعك.